مصر بيفوز على الزمالك عشان تبقى المباراه ولو الهزيمه الثالثه للزمالك في الدوري، واحنا لسه بنقول يا هادي. لما جينا قلنا للناس ما تقسي الزمالك ومستوى الزمالك على فرق الكونفدراليه عشان احنا ما بنلعبش حد، سوار غيني مين وسجراده مين، الناس قالت لك ازاي ده احنا اول المجموعه واحنا بنلعب حد يا جماعه، احنا ما بنلعبش حد. الاختبارات دايما قلت لك هتبان قدام فرق زي فيوتشر زي سيراميكا زي المصري، فرق الدوري. ادي النهارده لابد من لاعبين. الزمالك ما فيهوش دكه، الزمالك ما فيهوش غير لاعب واحد، لو زيزو مش في حالته الزمالك مش هيكسب لو بيلعب اي حد. ادي النهارده اديك شايف زيزو مش في حالته، فين الزمالك؟ الهزيمه الثالثه وانت لسه بتقول يا هادي في الدوري. يا جماعه الخير لابد من لاعبين ومدير فني اجنبي، لان كابتن معتمد جمال وله كل الاحترام مش هيقدر يسيطر على الفريق، مش هيقدر يسيطر على كل اللي بيحصل. الراجل هيشيل الليله، هيطلع يقول لك ده هو السبب. لا، مش المدير الفني السبب. انا كراجل بفهم كوره معتمد جمال مش السبب. الزمالك ما فيهوش لعيبه، المصري فيه لعيبه عن الزمالك، ودي صدمه ودي كارثه بتحصل.